مشهد غريب اتكرر مع آلاف السواقين في بداية 2026. فجأة وانت على الطريق السريع، لوحة العدادات الرقمية قدامك بتتحول لقطعة سوداء. لا عارف سرعتك كام، ولا البنزين فاضل في ايه، ولا حتى في تحذير للموتور ظهر لك ولا لا. لغز كبير ورا الحكاية دي كشفته التحقيقات الفنية. ضجيج كهربائي غامض في الدوائر بيخلي الشاشة تعمل إعادة تشغيل لوحدها أو تطفي تماما في أخطر لحظات القيادة. أمريكا أعلنت بشكل رسمي استدعاء أكتر من 83 ألف عربية من أشهر الموديلات اللي بنشوفها في شوارعنا كل يوم، زي هيونداي توسان وإلنترا، وكمان كيا سبورتاج وكارنافالا. الأزمة دي حطت مصداقية الأنظمة الذكية في الموديلات الجديدة تحت الميكروسكوب. الشركات دلوقتي بتسابق الزمن عشان تحديث البرامج وتصليح العيب ده مجانا قبل ما تحصل مشكلة كبيرة على الطريق. فتفتكروا بقى، هل الاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية في العربيات بقى مخاطرة مش محسوبة؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.